معانا شخصية فيتيوبر 3D مجانية على الموبايل، نقدر نغير فيها اي حاجة احنا عايزينها. وكمان جبت لكم برنامجين مختلفين علشان تختاروا الستايل اللي انتوا حابينه. فلو عايزين تعرفوا ايه البرامج تابعوا الفيديو علشان تعرفوا الطريقة يا سكاكر. منورين يا سكاكر. هاي يا سكاكر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. قبل ما نبدا الشرح ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للقناه علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. اول برنامج معانا هو برنامج ريليتي، ولكن لو احنا دخلنا على جوجل بلاي وبحثنا عنه مش هنلاقيه، وهنلاقي ان هو غير متاح في دولتنا. ولكن طبعا الكلام ده ما يمشيش عليا، فلازم اكون جايبه لكم طريقه. اللي تابعوا فيديو شرح برنامج افي اكيد هيكونوا عارفين الطريقه، وهي انكم هتعملوا حساب جوجل بلاي وهتفتحوا VPN على دوله اليابان. واول ما تدخلوا تبحثوا عن البرنامج هيطلع لكم عادي جدا اول حاجه وتقدروا تثبتوه. طب واللي مش نافع معاهم، في طريقه احسن بكتير من طريقه VPN، هو ان احنا هندخل على جوجل كروم ونتك تنزيل ريلاتي. هننزل تحت على الرابط ده اللي هو في APK بيور، نضغط على تحميل اللي هي بالخضره دي. بعدها هننزل تحت هنختار التانية مش اللي فوق الخضره، لا عشان دي هينزلوا لنا برنامج تاني على الفاضي. وبس كده يعني هنلاقوا نزلت عادي جدا على طول. اول ما نفتح البرنامج هيفتح معانا كده، فنتك تسجيل دخول بحساب جوجل ونتك اجري. هيفضل يحمل. بعدها انا عملت سكيب للحته دي، لكن لازم تسجلوا بحساب جوجل. بعدها نحط عيد الميلاد عادي جدا، يا ريت بقى يبقى فوق ال 18. وبعدها هتفضل تحمل. بعدها تحمل تاني وتحمل لحد ما تيجي الشخصيه. هنختار شخصيه بنت او ولد. انا هنا اخترت البنك دي، استنوا شكلها كيوت. استنوا شكلها كيوت جدا على فكره، انا حبيتها. هتك يوز ذيس افاتار. تفضل تحمل تاني وتحمل. بعدها تكه اوكي، وعشان نعمل تتبع للكاميرا تكه اثناء استخدام التطبيق. المفروض نرفعه التليفون قدام وشنا عشان تسجل حركات وشنا، فانتوا هتعملوا كده برضو. لقطت هنضغط على العلامه الزرقاء دي. بعدها يطلبوا مننا اسمنا، هنحط اسمنا اللي هو ريم ولا. انا هسجلكوا اسمي بقى بالمره، RIMWILLA ريم ولا، ما تنسوش ها. وبعدها نتك سامح، وبعدها سامح اي حاجه. بعدها سكيب، وبعدها ريمايند مي ليتر. هدخل هنا على علامه البروفايل اللي تحت، وهنلاقي هنا علامه اللبس. ندخل بقى كده تحمل كده وتحمل. الشخصيه ظهرت لنا عشان نقدر نعدل فيها. ممكن نختار جسم ولد او بنت. وبكده معانا شخصيه فيتيوبر مجانيه. وبصراحه انا عاجبني الستايل جدا والشكل كمان. البنوته دي كيوته قوي بجد، وانا كمان عملت الولد ده حاساه حلو برضو. تقدروا تعملوا احسن من كده بكتير جدا، بس انا ذات نفسي عاجبني جدا. وده كان اول برنامج معانا، يا رب يكون نزل عندكم عادي. وبصراحه ده دخل قلبي جدا جدا. هو ايوه اللبس فيه محدود شويه ومحتاج تشحنه بقى وكده، بس لا الستايل ذات نفسه عاجبني جدا. والبنت الزيت اللي انا عملتها دي كيوت جدا. فيلا بينا على الطريقه التانية. اول حاجه نروح ننزل برنامج زيبيتو من جوجل بلاي. ده موجود في كل الدول حرفيا ومجاني كمان، فهيسهل علينا كل حاجه. اول ما نفتحها يفتح معنا بالشكل ده. نتك على وافق على جميع الشروط ونتك نوافق. بعدها هيحمل يقول لنا تمكين الاشعارات براحتكم. نتك عدد سماح عندي. هتك انشاء حساب جديد او هتك انشاء حساب. هيجي ورانا انشاء صوره رمزيه هنضغط عليها. نختار بقى في كده كذا ستايل، في ستايلات انمي، في حاجات كتير جدا. بعدها الشعر، انا عايزاكم تعيشوا حياتكم لان في اشكال كتير جدا من كل حاجه حرفيا. شعر، عيون، حواجب، شكل الجسم، في اشكال كتير جدا من الجسم. اللبس بقى ده كتير جدا. اللسته بتاعت اللبس مش هتخلص اصلا. انا عماله ايه ده كله، والفساتين كتير جدا. الفساتين كلها تحفه. اللبس اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده وكتير جدا مش بيخلصوا. فانتوا عيشوا حياتكم بجد. انا ما شفتش برنامج فيتيوبر فيه كميه اللبس دي بجد. يعني هو اصلا برنامج افاتار وحياه افتراضيه وكده، لكن هو ينفع كفيتيوبر برضو. حلو جدا والستايل فيه جميل جدا ولذيذ على الاخر، يعني مسكر كده. بس بعد ما اخترنا الشخصيه، عايزين تضيفوا اصدقاء او لا براحتكم جدا. بعدها تك تخطي. دي الشخصيه اللي انا عملتها بسرعه كده، بس شكلها لذيذ جدا وكيوته، والستايل بتاعها عسل. ملامحها كيوته جدا ومسكره كده. ولكن ازاي نستخدم البرنامج ده كفيتيوبر؟ في تحت علامه انشاء وفوق علامه كاميرا. هندخل عليها تدخل علينا الشخصيه بقى والمكان التسجيل بتاعها. بصوا هي كانت تتحرك مع حركات وشي بالظبط. بصوا والله العظيم جميله جدا. تحريكها كمان حلو. الشخصيه حرفيا بتعمل كل حركه انا بعملها. اغمز ابوس بجد بتعمل كل حاجه بعملها، وتحريكها جميل جدا كمان. وكمان فيها حركات لو انتوا حابين. في هنا ايماءه لو انتوا حابين تعملوا حركات بيها. ونقدر كمان نغير الخلفيه من تحت. ممكن نحط خلفيه خضراء عشان لو احنا حابين نغيروها في المونتاج او احنا نصوروا بيها على لعبه. او البرنامج ذات نفسه فيه خلفيات جاهزه زي اوضه. في اوضه برضو بينك هنا حلوه دي. يعني كل حاجه موجوده في البرنامج حرفيا. انتوا بس هتسجلوا على طول. بصوا تحريكها
جميل جدا وتحفه، وفي شخصيات ولاد كمان. وبس كده، دي كانت الطريقتين، وجبت لكم برنامجين احسن من بعض، وانا بجد عجبوني جدا. اول واحد عجبني فيه الستايل جدا جدا جدا، وكان الشخصيه اللي عملتها كانت كيوت جدا برضو، بس اللبس كان محدود اكتر من التاني بكتير. لكن تاني برنامج هو برضو الستايل فيه كيوت، ولكن كان فيه كل انواع اللبس وكل حاجه بجد. فاتمنى يكون حاجه فيهم عجبتكم، ويا ريت لو طريقه منهم نجحت او عملتوا شخصيه اعملوا لي منشن، عشان جد عايزه اشوف الشخصيه اللي انتوا اخترتوها. وبس كده، بما اننا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للقناه علشان يوصلكم كل جديد يا شويه سكاكر، وطبعا كومنت حلو كده قولوا رايكم.